اليوم نريد نوضح بس اللي الايام الماضيه على كميه الامطار اللي نزلت في مدينه الديوانيه. كميه الامطار اللي نزلت في مدينه الديوانيه كميه كبيره. تصميم محطات الرفع ومحطه المعالجه في مدينه الديوانيه 100,000 متر مكعب لاعمال المجاري. اما مياه الامطار ففيها 17 محطه رفع لمياه الامطار من مدينه الديوانيه كامله من المركز الى المبازل القريبه ونهر الديوانيه القريب. لحد الان محطات الرفع لم تنجز، 17 محطه رفع لم تنجز. كميات الامطار اللي نزلت على المدينه تحتاج الى هذا الحجم من محطات المعالجه، حتى محطات الرفع العفو، لنقل هاي الامطار الى خارج المدينه. فلما تنزل هاي الكميات حاليا بوجود محطات مجاري قديمه منفذه من قبل محافظه الديوانيه عددها تقريبا 2 رئيسيه و2 صغيره، لا يمكن ان تعمل على نقل المياه الى خارج المدينه. ساهمت كل دوائر الدوله في حل المشكله اللي صارت. نسبه الامطار اللي نزلت هذه الايام الماضيه كانت 96 مليم. التصميم مدينه الديوانيه على 40 مليم، وهي الستاندر الموجود حاليا بالعراق. اذا كميه الامطار اللي نازله هي اصلا بيحتاج، حتى بوجود محطات الرفع كان ممكن ان تتاخر نقلها الى خارج المدينه. لما تكون 3 أضعاف او ضعفين ونص الكميه التصميميه، اذا هي كميات كبيره، بالتاكيد لابد انه تتاخر تصريفها الى خارج المدينه. احنا اليوم الرابع بعد انتهاء مياه الامطار اللي سقطت قبل 4 أيام. حال المدينه ما بها مستنقعات كبيره. ساهمت كل دوائر الدوله مع شركتنا شركه نور الافق للوقايه العامه في تصريف مياه الامطار وحل المشكله اللي صارت. هذا العام احنا حكيناها سابقا وقلنا هذا العام كان عام عمل ان شاء الله. كان هدف من عنده وصول نسبه محدده بعد زياره السيد وزير البلديات والاشغال العامه الى مدينه الديوانيه والى المشروع. وضعنا خطه عمل لانجازها خلال 9 اشهر. كان هدف واضح منه 9 اشهر. الهدف كان هو انه انجز محطات الرفع ومحطه المعالجه وشبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الامطار قبل موسم الامطار القادم. الموسم السابق هو كان مو من واجبنا احنا كشركه نور الافق، لانه المشروع غير منتهي. واضح كان من توجيه السيد الوزير انه من السنه القادمه راح يكون من واجب شركه نور الافق مواجهه الامطار في الموسم القادم. اما الموسم السابق احنا اعتقد معذورين، لانه مشروعنا تو بادي. احنا كشركه نور الافق استلمناه متاخر ب 2021، مشروع كبير بتفاصيل كثيره، باندثارات صارت بسبب التوقف من 2015 الى حد 2022، لانه العمل من 2015 توقف. 2018 بقيه المشاريع بكل انحاء العراق بدات تشتغل، واحنا كنا من جزء من الشركات اللي اشتغلنا في مدينه النعمانيه وانجز المشروع، والحمد لله المشروع يشتغل. اما مشروع مجال الديوانيه استمر التوقف به الى ان جينا احنا ب 2021. لذلك العمليه كان ممكن ان تصير وصارت. احنا نوعد اهلنا بالديوانيه انه واجبنا راح يكون بالموسم القادم محطات الرفع، تصريف الامطار، تصريف المجاري راح يكون واجبنا. اما المرحله الماضيه كان المشروع غير منتهي.